فمرة ثانية يا عزيزتي، راسك هذا، شفتي راسك؟ طلعيني منه، والله طلعيني من راسك وطلعي من عقدة جليلة خلاص، لأن أنا نسيت الموضوع، نسيتكم ونسيتك، فانسيني، يعني انسيني، اطلعي من عقدة جليلة عشان تعيشين في سلام. أثارت تصريحات الفنانة المغربية بسمة بوسيل طريقة الفنان المصري تامر حسني جدلا واسعا بعد كشفها عن مرورها بأزمة نفسية كادت تدفعها للانتحار خلال فترة زواجها، مؤكدة إن أبنائها ووالدها كانوا السبب الوحيد الذي حال دون ذلك. ولم يمضي وقت طويل حتى جاءت ردود الفعل من مقابلة بسمة في بودكاست عندي سؤال، وكان أبرزها من الإنفلونسر المغربية جليلة التي سبق وصرحت بأنها على علاقة سابقة بتامر حسني. وفي رد غير مباشر على تصريحات بسمة بوسيل، نشرت المغربية جليلة رسالة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أبدت فيها دهشتها من حديث بسمة عن معاناتها خلال زواجها من تامر حسني، وقالت هي الحياة اللي انت كنت راح تنتحري عشانها وبسببها أنا كنت أتمنى أعيشها مع الشخص الوحيد اللي حبيته بحياتي من 13 سنة. وقالت جليلة إن الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل والظروف، لكن الواحد ما ينسى عشرة العمر والأيام الحلوة ويكون ناكر للجميل، مؤكدة من رسالتها أهمية تقدير العلاقة السابقة خاصة إن كان الطرف الآخر هو والد الأبناء. ورغم الانتقاد المبطن في رسالتها، أوضحت جليلة إنها لا تهاجم بسمة بوسيل بل تعبر عن سلامها الداخلي اتجاهها، موجهة نصيحة مهمة لها. فقالت نصيحة مهمة خديها أو خليها، اليوم أنا عندي سلام داخلي معك وما بهاجم، بس عمرنا ما ننزل من قيمة الشخص اللي رفعنا وننسى فضله، خصوصا إذا كان والد أولادك. بالنسبة لي والمشاعر الإحساس أحب أقولك كلمة واحدة فقط، هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله. فطلعت في البرنامج طلعتيني أنا إن أنا إشاعة أو إن أنا بطلق الإشاعات في سبيل إن أنت قاعدة تطبلي لشخص معين لمصالح خاصة. هذا الشيء لا يعنيني ولا يخصني ولا يهمني والله العظيم، بس بما إنه إن جابت سيرتي والله أنا إنسانة تخطيت الموضوع وما قاعد يجي الموضوع في بالي، وانتي عارفة إن أنا مش قاعدة أجيب سيرة الموضوع ده نهائيا على السوشيال ميديا حتى بيني وبين نفسي، بس بما إنه جات سيرتي أنا لي حق الرد. بس بما إنه انجابت سيرتي والله أنا إنسانة تخطيت الموضوع وما قاعد يجي الموضوع ببالي. انت عارفين انه انا ما قاعده اجيب سيره الموضوع هذا نهائيا على السوشيال ميديا حتى بيني وبين نفسي، بس بما انه جابت سيرتي انا اللي حق الرد. فعلي لك ريت البرنامج شوي عشان الناس تفوت تدخل وتشوف البرنامج، يلا عيشي تمام. فمره ثانيه يا عزيزتي، راسك هذا، شفتي راسك؟ طلعيني منه، والله طلعيني من راسك وطلعي من عقدة جليلة خلاص، لأن أنا نسيت الموضوع، نسيتكم ونسيتك، فانسيني، يعني انسيني، اطلعي من عقدة جليلة عشان تعيشين في